هو ليه يا جماعه اي حد بيجي على دكه الاهلي ايا كان بقى مصري اجنبي ايا كان، انا ما بتكلمش عن حد بالتحديد، بيحسسني ان الموضوع صعب قوي كده؟ ايه التشكيل ده؟ ده انت لو قعدت علشان تختار اسوأ تشكيل تلعب بيه المباراه مش هتعرف تعمله كده. مروان وديانج مع بعض في الملعب، كوكا ناحيه الشمال. وليه كوكا في الملعب اصلا؟ وليه باك يمين وباك شمال؟ يا عم خلينا نقول انك راجل خايف تجازف وتلعب بثلاثه، مع ان هي ما فيهاش مجازفه خالص، الكوره مش اختراع اقسم بالله. الكوره مش اختراع. بن شرقي فين؟ امام فين؟ إيه يا جماعه في إيه يا جماعه؟ يعني الكوره والله اسهل من كده بكتير. حاجات غريبه اقسم بالله. التشكيل ده لو كسب 10 انا مقتنع بيه. لو نزل وكسب انبي في ارضيه الملعب، الطبيعي اصلا انك تنزل تكسب انبي. يعني اوعى تفكر ان انت لما تنزل تكسب بالتشكيل ده ان انت كده يعني كسرت الدنيا. والله التشكيل ده لو كسب انبي 10 انا ما مقتنع بيه.